ليتني كنت أنفاس الثلوج يصارع الشتاء يوما ويهدم موقد النار عليهم ويقضي على اللئام. شجرتنا نوارها داير حلة وين البعديبان كاسيها ظل. شجرتنا زيتون، شجرتنا دلة. كم شعب اليهود ذبت ملايين صارت ضد كفرة ولا اسلمت هانو. أثبت خلق الله جويف الذميين يدعو بالقوة صايلهم بانوا. فأقيموا للشعر خيام عكاظه واعلوا منابر الشعر في الأقطار. مر ألف عظيم بحارات مجدنا كان الشعر فيهم عازف الأوتار. الشعر هذا رسالة رانا نعدوا فيها حاملين المشعل على الشعراء الحكماء اللي مروا قبلنا وهم ماتوا، ولكن كما قال سيدي محمد بونقاب ولد خالة الأمير عبد القادر يقول رجال صبارة كانوا رجال صبارة القصهم في نهار النطحة يرفدوا اللي طاح. هما ماتوا وشناهم راح حاضر اليوم ويعني وضيهم في كل قطر وضاح. وفيما يخص هذه الليلة، ليلة اليوم الوطني للشعر على مستوى الوطن الجزائر، احنا نحتفلوا اليوم في ليلة رمضانية، وراه معنا قامات في الشعر الشعبي والشعر الفصيح، معنا دكاترة ومعنا شعراء من كاين اللي راه من تيسمسيل، كاين اللي راه جاي من مدرسة، كاين اللي راه جاينا من بعيد هنايا. وماذا بينا احنا هذه الاحتفاليات نعاد علينا كل عام وإحنا بخير إن شاء الله على ربي. الدكتور جمال الدين عبد الهادي حول اليوم العالمي للشعر بمشاركة دكاترة أساتذة اللي شرفونا في خيمة الشعر، كتاب شعراء والإعلاميين، وهذا في بيت الكتاب بيت المعرفة. أقول الدعوة عامة للجميع، وأيضا تتواصل نشاطاتنا في ليالي رمضان الخميس القادم إن شاء الله، إحياء لليلة القدر وغزوة البدر الكبرى بمشاركة الشيخ رومان وأيضا الدكتور محمد حسين. فالدعوة عامة للجميع ومرحبا بكم في بيت الكتاب وبيت المعرفة.